السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا نعمل النهاردة مع بعض جلاش باللحمة المفرومة، حاجة كده تحفة. زي ما انتم شايفين اللون والتوريقة والريحة مش قادرة اوصف لكم، وطعمها حلو جدا. هنعملها بطريقة مختلفة عن الطريقة العادية، اللي هي تدهني الورق كله بالسمنة وترصي الطبقات وتحطي اللحمة وتدخليها الفرن على كده. تعالوا نعملها بطريقة حلوة جدا هتشرفك في اي عزومة من عزومات رمضان. كل سنة وانتم طيبين، رمضان خلاص على الابواب. وطبعا الصينيه دي اساسي معانا في العزومات، سواء بقى في العزومات او للفطار العادي لينا ولولادنا. هنعملها بطريقه هتعجبك جدا وهتعجب كل اللي هياكل منها. يلا نبتدي ونشوف هنعمل ايه. بس ما تنسوش لايك وشير لو عجبتكم، اشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس لو اول مره تشوفوني عشان توصلكم بقيه الوصفه. اول حاجه بقى هنعملها الوصفه بتاعتنا في طبق كده يكون غويط شويه. هنجيب بيضه نحط لها ملح وفلفل اسود ونضربها كويس جدا. اضربي البيضه كويس جدا عشان البياض يفك كده من بعضه وما يبقاش فيه كتل منه جوه الجلاش. بعد ما نضربها كويس جدا هنجيب كوبايه من اللبن الدافي، لازم يبقى دافي، ونحطه على البيضه ونكمل تقليب. اخلطي البيضه واللبن كويس جدا جدا، والخطوه دي مهمه جدا هتفرق معانا في التوريقه بتاعه الجلاش. مش عايزين اي تكتلات كده من البيض تبقى واحنا بناكل نحس بيها. اضربي كويس جدا. التشريبه اللي احنا بنعملها للجلاش دي اللي هتخليه طري ومورق ومقرمش كده من بره، وبتديله كمان لون تحفه. جربوها ان شاء الله هتعجبكم جدا. بعد ما ضربتهم كويس جدا وتاكدت ان البياض فك كده وما فيهوش اي تكتلات، هحط له كمان معلقه صغيره من البيكنج باودر. هي دي بقى اللي هتدينا الطعم الحلو للجلاش. وقلبي كويس لحد ما يدخل. لما اتاكدت ان البيضه واللبن اختلطوا كويس جدا مع بعض، هنزل بمعلقه صغيره من البيكنج باودر ونكمل تقليب. لازم نفكها من بعضها كده، لان اول ما بننزل بيها في اللبن بتكلكع كده زي ما انتم شايفين. اضربي كويس جدا لحد ما تتاكدي ان هي ما فيهاش اي كلاكيع ولا اي تكتلات كده في الخليط بتاعك. معلقه البيكنج باودر دي بقى هي اللي هتخلي لنا الجلاش مورق كده وجميل وطري من جوه ومقرمش من بره، وكمان بتدي لون حلو جدا زي ما شفتوا معايا في اول الفيديو. لو لسه ما جربتوهوش بالطريقه دي جربوه على ضمانتي، باذن الله هيعجبكم جدا. مش هتبطلوا تعملوه بالطريقه دي، واي حد هياكله عندك هيسالك عاملاه ازاي وحاطه له ايه مختلف عن اللي هم بيعملوه. جربوه هيعجبكم جدا باذن الله. اخر مكون معايا للخليط اللي هشرب بيه ورق الجلاش هو السمنه. طبعا السمنه معانا اساسي في اي جلاش في الدنيا، بيحب السمنه. بس في ناس بقى بتحب تكتر السمنه وناس بتحب تقلل السمنه، فانا ما بحبش اكتر خالص، بحب السمنه قليله. وبرده بيطلع الطعم خطير جدا. دول حوالي معلقتين كبار من السمنه، سيحتهم بس مش سخنه، يا دوب بس دافيه كده عشان اقدر اخلطها ببقيه المكونات. خدي بالك اوعي تسخنيها هتبوظ لك البيض. لو السمنه سخنه البيض هيبوظ منك. قلبي كويس وهيبقى ده الخليط اللي هندهن منه باذن الله ورق الجلاش، وهيبقى معاكي احلى صينيه جلاش في الدنيا. اتمنى لو وصلتوا معايا لحد هنا ولسه ما عملتوش لايك اعملوا لايك وشير واشتركوا لو لسه مش مشتركين. ده هنجيب الصينيه اللي هنرص فيها ورق الجلاش، بس هندهنها سمنه بس. اوعي تدهني من الخليط اللي احنا عملناه، لان لو دهنتيه من تحت هيتحرق، يعني اول ورقه معاكي تحت هتتحرق. فدهنيها سمنه بس كويس جدا. وبعدين نبتدي بإذن الله نحط بقى ورق الجلاش بتاعنا. لازم تستخدمي جلاش يكون نوع حلو وطري وطازة. أهم حاجة يكون طازة عشان ما تكسرش معاكي ويضايقك وانتي بتشتغلي ومش هتعرفي تطلعي الشكل مظبوط. فهاتي من مكان يكون بيجيب جلاش يوم بيوم. نبتدي بقى في رص ورق الجلاش في الصينية. هناخد ورقة ورقة، ولو في أي زيادة في الورقة مش هنتنيها غير لما ندهن كويس جدا بالخليط اللي احنا عملناه. لو حسيتي ان الخليط تقل معاكي أو السمنة طلعت على الوش وفصلت عن اللبن، قلبي بالفرشة وخلي جنبك شوكة قلبي بيها كل شوية عشان ما تاخديش السمنة من على الوش واللبن يفضل هو والبيض تحت. قلبي كويس جدا قبل ما تدهني. وما تتنيش الورقة قبل ما تدهني عشان يبقى الورق يعني ايه، تبقى كمية الجلاش كلها مورقة ويديكي ارتفاع حلو. لازم تدهني كويس بين الطبقات، اوعي تتني الزياده قبل ما تدهني. هندهن بقى ورقه ورقه، وقبل ما نتني الزياده هندهن. وظبطي بقى الصينيه بتاعتك وهنكمل كله بنفس الشكل لحد ما نخلص كل ورق الجلاش بتاعنا. عملنا قبل كده وصفات كتير جدا للجلاش الحلو والحادق. عملنا فطير مشلتت تحفه جدا. عملنا منه وصفات حلوه كتير بالمكسرات وبالمهلبيه وعلى الطاسه ومحشي بسبوسه. وعملنا كمان منه كرواسون كان تحفة جدا. اتمنى ترجعوا تشوفوا الوصفات دي وتكتبوا لي انهي وصفة جلاش عجبتكم اكتر. بصراحة كلهم احلى من بعض، والجلاش ليه وصفات كتير جدا كلها حلوة جدا وطعمها حلو. بإذن الله الفترة الجاية هنعمل منه اختراعات كتير جدا كلها سهلة وسريعة
وطعمها حلو جدا وهتعجبكم باذن الله. هسيب لكم اللينك بتاع ميكس الكنافه والجلاش اللي هو اخر فيديو هنا على القناه عشان تعملوه باذن الله، ومتاكده ان هو هيعجبكم. هسيب لكم اللينك عشان ترجعوا تشوفوه. بجد لو ما شفتهوش هيفوتكم كتير جدا. دلوقتي بقى انا خلصت لفه نص لفه الجلاش، هبتدي بقى احط اللحمه المفرومه بتاعتي. اللحمه المفرومه دي خارجه من الفريزر، كنت معصجاها وشايلاها في الفريزر عشان لما اجي اعمل صينيه جلاش زي كده او صينيه مكرونه او بطاطس او اي حاجه محتاجه فيها لحمه مفرومه ما طولش قوي في الوقت وبتنجز معايا بصراحه. بطلعها بس تفك شويه واوزعها كده وابقى خلاص ايه، الوصفه بتاعتي قربت تخلص. هوزع اللحمه كويس جدا وبعدين هكمل الورق بتاع الجلاش بنفس الطريقه. لو عايزه تضيفي اي اضافات للحمه مفيش مشكله، عايزه تضيفي جبن، عايزه تضيفي زيتون، عايزه تضيفي اي اضافات براحتك خالص. بعد ما وزعنا اللحمة كويس في الصينية وابتديت أكمل لفة الجلاش ورقة ورقة بنفس الطريقة، ورقة وبدهن كويس جدا واتني الزيادات وأكمل وهكذا لحد ما خلصت لحد آخر ورقة. وآخر ورقة فوق برضو لازم ندهنها كويس جدا ونشربها من الخليط اللي احنا عاملينه عشان لما تيجي تقطعيها تبقى طرية كده وتتقطع معاكي بكل سهولة. ولازم تستخدمي وانتي بتقطعي سكينة تكون حامية عشان ما تبهدلش معاكي الورق ولا تخلي الحروف كده مشرشرة وشكلها مش حلو. بيتقطع بكل سهولة زي ما انتوا شايفين. عايزة بقى تقطعي أكبر أصغر، عايزة تقطعي مثلثات مربعات أي شكل بتحبيه وأي حجم بتحبيه قطعي بيه مفيش مشكلة خالص. زي ما انتوا شايفين بيتقطع بكل سهولة لأنه كله طري كده وشارب من الخليط، ويعني مفيهوش أي مشكلة ولا بيتكسر ولا ناشف ولا أي حاجة. بعد ما خلصت تقطيع الصينية بالشكل اللي انتوا شايفينه ده تقدري تكملي كل المربعات تخليها كلها مثلثات، برضو بيبقى شكلها حلو جدا وحجمها صغير كده وبيبقى حلو. هبتدي بقى احط بقيه الخليط اللي معايا ده على وش الصينيه اوزعه كويس جدا. وبعدين هدخله بقى فرن سخن على اعلى درجه حراره. والجلاش لازم يدخل فرن سخن على اعلى درجه حراره، لان لو دخلتيه فرن بارد بينشف قوي، يعني احنا عايزينه مقرمش مش ناشف ما نعرفش ناكله. فما تدخليه فرن سخن على درجه حراره عاليه بيبقى مقرمش كده من بره وطري من جوه وجميل جدا. هدخله بقى الفرن سخن على درجة حرارة عالية. أول ما أحس إن هو خد لون من الأطراف من تحت قبل فوق هطفي الفرن وهشغل الشوايه، بفضل متابعاه لحد ما ياخد لون ذهبي جميل واطلعه بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده. ما كملش تلت ساعة في الفرن، يعني بيستوي بسرعة جدا. الريحة خطيرة، الشكل زي ما انتوا شايفين بيتكلم عن نفسه. تعالوا بقى نقطعه ونشوف من جوه عامل ازاي، مورق وطري وتحفة، ومن بره زي ما انتوا شايفين اللون وهمي، القرمشة خطيرة، الريحة تجنن. الخليط اللي احنا عملناه ودهنا بيه ورق الجلاش عامل ريحة قوية جدا. لو حبيتي تعملي الصينية دي سادة من غير اي حشوات هتطلع معاكي تحفة، كأنك بتاكلي فطير مشلتت بالظبط. بجد والله طعمه خطير، لازم تجربوه. واتمنى بقى لو وصلتوا معايا لحد هنا من الفيديو ولسه ما عملتوليش لايك اعملوا لايك، واعملوا شير مع اصحابكم اللي عندهم عزومات كتير في رمضان وبيحبوا يعملوا الجلاش واساسي في عزوماتهم. واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس عشان هنعمل بإذن الله وصفات كتير جدا لرمضان وعزومات رمضان والسحور كمان. عشان توصلكم بإذن الله لازم تفعلوا زر الجرس عشان يجيلكوا اشعارات بكل جديد بينزل على القناه باذن الله وتقدروا تشوفوه. بصوا بقى انا حبيت اوريكم الجلاش من تحت ومن فوق ومن جوه ومن كل الاتجاهات عشان تعملوه بقلب جامد. تجربوا الوصفه كده بقلب جامد وباذن الله هتعجبكم، مش هتبطلوا تعملوها بالطريقه دي. اتمنى بقى يكون الفيديو بتاعي عجبكم. كده خلصنا الفيديو بتاعنا النهارده. اتمنى يكون عجبكم، رايكم يهمني جدا جدا. اكتبوا لي في الكومنتات رايكم في الوصفه بتاعتي. لو عايزين اي وصفات تانية لرمضان للسحور للفطار للعزومات، اي وصفات عايزينها اكتبوا لي في الكومنتات وباذن الله هننفذها مع بعض. واسيبكم دلوقتي بقى في حفظ الله واشوفكم في فيديو جديد ومع الف سلامه.